مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها: خبر مفاجئ وصادم للمغاربة الراغبين بأداء العمرة في رمضان. قبل ما نبدأ ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية إليكم. التفاصيل. تهدد قلة الرحلات وارتفاع تكاليف فنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية حلم مجموعة من المواطنين المغاربة بأداء العمرة في شهر رمضان المبارك. ووفقا لما أورده مجموعة من المهنيين، فإن عددا كبيرا من المغاربة الراغبين في أداء عمرة رمضان بالأراضي المقدسة بالمملكة السعودية يتوافدون على وكالات الأسفار بالمغرب، بيد أنهم يصطدمون بعدة إكراهات قد تحرمهم من أداء مناسك العمرة هذه السنة. ومن بين الإكراهات المطروحة حسب هؤلاء قلة الرحلات الجوية في اتجاه المملكة العربية السعودية، إلى جانب الارتفاع الصاروخي لتكاليف الإقامة بالأراضي المقدسة، مؤكدين أن التكاليف تضاعفت ب3 مرات بفنادق الإقامة بالأراضي المقدسة. وشدد هؤلاء على أن الرحلات العادية المتوفرة بقدر رحلة واحدة كل يوم غير كاف لنقل جميع الراغبين في أداء عمرة رمضان، مبرزا أن هذا الوضع خلق أزمة بين وكالات الأسفار والزبائن، خاصة مع ارتفاع الطلب وضعف العرض. وأشار ذات المهنيين لأن تأخر الجهات المعنية بكل من السعودية والمغرب في توفير رحلات إضافية للمغاربة الراغبين في أداء مناسك عمرة رمضان قد حرم العديد من أداء هذه العبادة، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا لمعالجة هذا المشكل.